هذه 60 بيضه بلا ما تعذبوا راسكم تحسبوها، وخاصها تكفيني يومين، بمعنى 30 بيضه في النهار. هذه تقريبا يومين باش قريت على اللاعب كمال الاجسام البطل والاسطوره فانس جيروندا. هو بكل صراحه عملاق حقيقي في هذا المجال، واللي كان معروف باسم المعلم الحديدي. Behind me is Vince Gironda, the Iron Guru. He's the most famous trainer in the world. He's had Vince's gym in North Hollywood on Ventura Boulevard for 40 years. 47 years. I stand corrected. It's 47 years. وبطبيعه الحال ما خداش هذا الاسم حيتاش كياكل السبانخ. حياته كتدور على رفع الاثقال وصنع ابطال كمال الاجسام، ماشي بستيرويد بحال الوقت ديال دابا. فانس جيروندا كان طبيعي، وهذا الشيء اللي عجبني فيه حيتاش انا هذا هو المبدا اللي عندي حتى انا، وكان مصر على انه يمكن لك تطلع فورمه طبيعيه 100% غير بالتغذيه والتمارين الصحيحه والذكيه. كانت عنده واحد النظره سابقه العصر بحال الكثير والكثير ديال الابطال، وكان النظام الغذائي ديالو مركز بكثره على البروتين، وكيف ما قريت عليه بانه كان كياكل حتى الكثر من 30 بيضه في النهار. هذه المعلومه صحيحه ولا لا ما كيهمش، ولكن انا قررت نجربها باش نشوفوا صحيحه ولا لا. يعني انا هو فأر التجارب. وكيف ما معروف بلي راه البيض هو من اكثر الاطعمه الغنيه بالعناصر الغذائيه في العالم، داكشي علاش قررت انني غادي ناكل البيض بوحدو لمده يومين. تخيلوا معايا ما غادي ناكل حتى شي حاجه اخرى، ما كاين غير البيض 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 البيض، باش نشوفوا وتشوفوا اشنو غادي يطرا، باش غادي نحس واش وزني غيتزاد ولا غينقص. كاع هادشي غادي نشوفوه وغادي نشاركو معكم. تا انا مني من الاكثريه، تا انا كيعجبني البيض يكون عنصر اساسي في الماكله ديالي. داكشي علاش خليكم معايا ويلا نبداو. اول حاجه، وبطبيعه الحال باش نعرفوا واش نقصنا ولا زدنا خصنا الميزان، ومشينا جبنا ميزان. شوف فوق ترى ما كيديرش حتى 60 كيلو. كيف ما شفتوا الوزن ديالي هو 86.2. دابا غادي ناخذوا صوره اماميه، صوره جانبيه، وكذلك صوره خلفيه. علاش؟ باش نشوفوا واش غادي نقص ولا غادي نزاد. وغالبا انا كنرجح بلي غادي نقص، حيتاش هذا البروغرام هذا التشالنج فيه غير البيض وناقص بزاف في الفات. اذا غادي نمشيو نشوفوا اشنو غادي يوقع. حليت الثلاجه لقيت فيها 4 ديال البيضات هما اللي بقاو، ما غيكفيوناش بطبيعه الحال التشالنج. اشنو خصنا نديرو؟ غادي نسدو الثلاجه وغادي نمشيو نجيبو البيض. ايوا جبت لكم معايا واحد المفاجاه. حزروا فزروا 2 بلاطوات ديال البيض. كيف ما كتشوفوا دابا عندي 60 بيضه هنايا، وغادي نقسمهم على 3 الوجبات. يعني خاصني ناكل 10 ديال البيضات في كل وجبه في يومين. صافي ضبطوا معايا الحساب. وباش نخلي واحد شويه ديال السسبانس وداك الشيء، عندي لكم واحد المفاجاه. درت واحد الريشيرش وقلبت على بزاف ديال الطرق باش نطيبوا هذا البيض كله بطبيعه الحال، وطحت لكم على وصفات. ودابا غادي ندوزو للفطور. ها واحد البيضه اخرى، ها 31، ها 32 ديال اليوم. وبطبيعه الحال بما انني حطيت فلوسي في هذوك 2 باطوات، فراه درت لهم اعلان في الدار. قلت لهم بلي اي واحد غادي يقرب لهذاك البيض حطوخو حطوخو، انا مول البيض في هذا الدار، انا مول البيض. كما كتشوفوا سيدتي وسادتي في هذه الفقره ديال بطبيعه الحال اكلاتي لعضلاتي، عندنا البيض بجوج طرق، مقلي وخضر. راهو اكس. اش بان لكم نسبق هذا ولا هذا؟ الله بطبيعه الحال راه باين شكون غادي نسبقوا هذا. والطريقه باينه، هو غادي تحلق راسك، غادي تحل فمك، غادي تحل المعده، وغادي تكب نيشان، وياك تحرك لسانك وياك. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله.
المذاق الله اعلم، ما حركت والو، وغادي نحاول ناكل البيض باش نكالي البيض الاخر. عجيب هاد اللقطه هادي، ما تحاولش تفكر فيه، ما تحاولش تقرب ليه، ما تحاولش تمسعس في شي حاجه، ما يسولني حتى واحد. المهم راه باقي بلاصتو في يوم ومن سلايتر هكا نضحك معاكم. دوزت. هو الصراحه هي هادي لا ميثود، ما تحاولش انك تقرب ليه كاع. دوزونيش نصرت كيف ما كتشوفوا، حاولت نخليه جوسي. انا ما عزيزش عليا الحاجه القاصحه بزاف، انا كيعجبني البيض هكا دومي كوي مزيان، انا كيعجبني بحال هكا. بالنسبه ليا كيحافظ على العناصر الغذائيه ديالو اكثر، وبنين بنين بالنسبه ليا كيجيني بنين. الا كان كيجيكم ما بنينش هكا تقدر طيبوا، المهم راكم احرار. المهم هادو هما اللي فيهم الخدمه، هادو اللي ماشي نتوما فيهم احرار. لينا دابا هاد المعلبه، هاد البيض هذا ما يصلح الا شي حصه ديال الليكس. نمشيو نديرو الليكس ونرجعو نكملو في البيض. تشاو. جايز دابا سالات الحصه، صراحه ما حسيتش بالعيا وكنت كلي نشاط وما جانيش الجوع نهائيا. حد الان دابا راني ساليت نكمل معكم هاد الهضره وغادي نكمل في الكارديو ديالي. واش في خبركم بانه هاد البيض هذا كانوا كيستعملوا الاغلبيه ديال كمال الاجسام بكميات كبيره بحال تقول ستيرويد. صراحه هو راه في شكل في الريكافري. ونزيدكم هو سيدي قال لك الا كليتي 63 بيضه في النهار تقدر انك تريكافري داك الهرس اللي فيك في مده قصيره بزاف. الله يحفظ الا كان شي واحد مهرس 36 بيضه في النهار كتساعدو ان العظام يتجبروا ويتجمعوا. وسيروا سولوا الناس الكبار اللي عندكم الله يحفظهم لكم، قالوا واش كنتو كديروا بكري لا تهرس شي واحد، كانوا كيجبروه بالبيض من برا كذلك وكياكلوا كيديروا بحال الجبيره. يعني الناس القدام كانوا عارفين اش كيديروا. سيروا سولوا عليها وردوا عليا، اولا اللي عنده شي معلومات اكثر يقولهم لينا. بزاف هاد المعلومه هادي راه ملي قريتها انا راه تزعزعت، كنشكال هاد المساله هادي حتى شنا هي. المكونات ديال البيض ماشي شي حاجه اللي سهله صراحه، راه مجهد ومفيد جدا جدا جدا. دابا جا وقيت الغداء. السؤال المطروح هو اشنا هي الوجبه اللي غادي نوجد؟ سؤال صعيب، حتى واحد ما عارف طبيعه الحال. ولكن الحاجه اللي هي جديده ومختلفه هو انه غادي نطيبوا البيض بطريقه اللي هي لا علاقه لها بهذاك الشيء اللي شفنا الصباح. كنفرقوا الصفر على البيض. اشنو غادي يوقع؟ يلا نشوفوا اشنو غادي يوقع. في هذه المرحله كنحتاجوا ضراب. الخلاط، البيض سيضرب في الخلاط ضربا مبرحا. وندويو شويه سيري. هو الصراحه هاد البلا هو ازياتيك، يعني بالنسبه للناس اللي متبعين واحد الريجيم اللي هو ستريكت ومعقول، هذا مزيان لهم. من واحد الناحيه كتبدل هذاك اللوغو، كتبدل البلا باش ما يجيكش الملل، وهو صحي. يعني ماشي بانكيك بطبيعه الحال فيه شوفان ولا فيه دقيق ولا فيه شي حاجه. هذا بروتيني 100%، يعني بالبيض 100% وكيصدق. وصراحه زوين، كذب عليكم ما حسيتش براسي انني كنعاود زعما ناكل البيض. لوغو ديفيرون. خليو لي شي لايك بطبيعه الحال وبارطاجيو مع الاصدقاء، وشي كومنتس الا كانت عندكم شي فكره اخرى على البيض او لا. ما كان شي واحد فيكم اللي جرب هذا الشيء، وعاودوا لنا شي قصه عشتوها مع البيض. انا نكمل البلا ونرجع لكم. واحد القضيه بغيت نقولها لكم، هو قبيله واخا فطرت بهذوك 10 البيضات، صراحه تقريبا واحد 3 السوايع 4 السوايع جاني الجوع. ما عرفتش علاش، واش حيت انا ديجا داخل في الريجيم، ولا فعلا لوكور ديالي كان محتاج البروتين وهضمو دغيا. المهم بزاف ديال الاحتمالات. المهم باش تقول انك تقهم، انا باقي ما وصلتش هذاك المستوى ديال انه يطلع لي البيض في راسي او لاني نحس براسي مقهوم ما فيش الجوع. بالعكس كنحس بالذات ديالي باغا ليا هاد
هاد الماكله. هذه ملحوظه ماشي قاعده، غير انا كنعاود لكم بالنسبه لي انا كتجربتي كيفاش دايزه، حيت هذا هو الاساس ديال هاد التشالنج هذا، هو نعيشوا هاد الاحساس ونشوفوا شنو كيعطينا بطبيعه الحال. ومرحبا بكم، جيب هكا ذوقوا ولا عندك فرشيطه؟ انا شبعتو ماشي مشكل، صافي انا غنتكلف. شوف كاين جوج ديال البي ام، كاين البي ام اللي معروفه على الصعيد العالمي واللي كتنافس الاودي وكتنافس المرسيدس، وكاين البي ام الاخرى اللي معروفه عند المغاربه وهي البيض ومطيشه، لكن انا غادي نحيد الام باش نختلف، وهي غادي نخلي بي غير البيض. شوفوا سبحان الله، داكشي اللي درناه في الفطور لقيناه في العشاء. الدنيا عباد الله كدور. هذه اخر وجبه في النهار بطبيعه الحال، هذا هو العشاء ديالنا. ايوا اش غادي نقول لكم، هذا هو التشالنج، هذا هو مصيرنا، هذا هو قدرنا اننا نعاودوا ناكلوا البيض. هو الصراحه كيعجبني هذا البيض هذا بهذه الطريقه، وحيتاش معاه زبده سبيسيال. بسم الله ندوق ونرد عليكم الخبر. الا شي واحد فيكم فيه الجوع ولا باقي ما تعشاش يجي راه دغيا يلاه نتسناكم. كيف ما كتشوفوا المقله خوات، يعني المهمه كملات وكلينا. نعم سيدي 2205 كالوريز. هانئا لنا وهانئا لكم وهانئا للجميع وهانئا للدجاج وهانئا لمول البيض ولكل من ساهم من قريب او بعيد. 2205 كالوريز ديال البيض، يعني 35% بروتين، 2% كاربس و63% ديال الفات. وهكا داز اليوم الاول من الحفله ديال البيض. غادي نتلاقاو غدا باش نعاودوا نحتفلوا بثاني يوم على التوالي ديال البيض، وكنادي بمهرجان البيض غادي نشارك فيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعاود مره اخرى. صباح الخير عليكم، هذا اليوم الثاني من تشالنج. اليوم الصباح حاسب راسي بخير ما عيانش، وواحد الحاجه اخرى ما فيهاش الجوع، داكشي علاش قلت غادي نجي ندير واحد الحصه، غادي نعاود نرجع نكمل تشالنج. يلا ندير واحد الحصه، يلا نتحركوا. كما كتشوفوا البحر خاوي وبارد. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control. من بعد هذيك العومه رجعنا وخاصنا دابا نفطروا، وبطبيعه الحال البلاطو الاول بح النهايه. دابا غادي ندوزو البلاطو الثاني. دابا الفطور 10 البيضات اليوم صباحا من عندنا. مرحبا بكم عاوتاني. غادي ندوزو نصاوبوا الفطور، ودابا غادي نبدلو عاوتاني بطبيعه الحال خصنا نديرو فطور اخر، غادي نديرو شكل اخر بمعنى زعما اللي قصديكم، ماشي غادي نديرو فطور اخر ولكن نفس المكون غير هو بلا مختلف. يلا فيه الجوع. دابا من بعد ما سلقنا بطبيعه الحال هاد 10 البيضات وحنا جالسين هنا، اللهم نجلسوا هنا وناكلوهم ونحاول باش ما نركزش معاهم وحنا كندويو وكناكلو فيهم. بلاتي بعدا نفطر على ديك الساعه نبدا. سرطه جيت نمضغها سرطه، يا لطيف يا لطيف. ها واه ولفتها وقلب من البارح. المعده عندي ولفات البيض ولات كتسلطوني يعني بلا ما تمضغوا. المهم اللي باغي نقول لكم هو كاين بزاف ديال الريجيمات ديال البيض ومتنوعين بزاف، وانا غادي نقول لكم على واحد. هو واحد الريجيم كيدار في 14 يوم وكتاخذ فيه 3 البيضات في النهار، يعني بيضه في الفطور، بيضه في الغداء، بيضه في العشاء فقط، ما كتاكل معاه والو.
وباش نكونوا واضحين. وكيقولوا بلي راه تقريبا كينقص 7 كيلو في السيمانه. واحد اخر كاين اللي كيدير هذا الريجيم هذا ديال البيض وكيحط حداها الليمون، او لا كاين اللي كيديروا مع الطوست. ومن اكثر السيليبريتيز اللي متبعه هذا السيستيم هاد الدايت هي نيكول كيدمان، وديما كتعتمدوا قبل ما تمشي تمثل في الافلام ديالها بيضه في الفطور، بيضه في الغداء، وجوج في العشاء فقط. هو الصراحه واحد الحاجه انا لاحظتها شخصيا، هي دابا البيض ملي كناكلو كيقهمني، بحال كيجيني صعيب في الاخر انني نكمل هذا البلا، ولكن اون فوا كنكمل كدوز واحد ساعتين 3 السوايع كنحس براسي عاوتاني بحال جاني الجوع، اولا بالاحرى المصطلح اللي صحيح هو بحال التهضم، ما كنبقاش حاسس فيه كاين في الذات ديالي، ما كيخلقش ليا مشكل لداخل، ماشي مثلا شي حاجه اللي غتسبب ليا الحريق ولا شي حاجه، كنحس بحال كيوقع عليه امتصاص كيمشي فين كيمشي الله اعلم. البيض كيخليك تخمم، هو احاسيس فشكل، هو الانسان خصو ياكل البيض. البيض راه مهم، ما عرفتش هنا كناكلهم ولا ما كناكلهمش، وما بغاوش يتقاداو، يا ربي السلامه، وعييت من ناكل. جيو الدراري جيو تعاونوا معايا، جيو ديروا يديكم بسم الله. 2 4 5 واه يلا وصلت النص وتقهمت، زعما ما خلينا ما درنا عملنا، مشينا للبحر جرينا ترينا، يربى هذا البروتين يمشي للبرا ويمشي للكتاف ولا يمشي للكس كاع يمشي للموليات احسن. يا ربي دعيو معايا يمتصوا الرجلين. بسم الله. والصراحه المسلوق شويه صعيب في الهضم ديالو على الاخر المقلي، كان جاني اسهل، والاخر اللي كان فيه لا توا بحال الشكل ديال البانكيك تا هو كان زوين. هذا اخويا ثقيلا، هذا خاصك شيكار تكون شي الطريق ديال تيشكا غادي تنغير. يا سلام، رحله ممتعه. ويكون هذوك الكرا القدام داك نقل اللاحه ولا اصفر حروده بقاو 4. انا كنتفسف مع ربي الله. هاد التشالنجات فيهم مرقص صراحه، ديفيد جوجل هو اللي كان عاقب الوقت، فلوس قارضني، المعيشه غلات. نوض نجري وكرا ورجع. هاد 4 هادو 4 هزوز 4 البيضات 4 باقيين. ناخذ نفس ونرجع نكملهم. واخيرا وليس اخيرا، اخر بيضه من بعد ما طحنا مع واحد الكاس ديالها، تا يلاه يعطيه الخير هو اللي ساعدنا. غندفع عادي غادي نمشي ننتحر. عييت من ناكل في البيض. نتلاقاو في الغداء مع بلا جديد بالبيض، والسلام عليكم. جينا دابا نكملوا داك التشالنج. قبيله هذوك 4 البيضات ما كملتهم تغفر لي الله الذنوب، صراحه سخسخوني وطلعوا لي الدم، ما دوزتهم غير بزاف كل وحده وفين كليتها. كذبش عليكم، كنت بغيت نصور ولكن ما قديتش، ركزت عليهم باش ندوزهم باش نكمل التشالنج. وصراحه انا بعدا بالنسبه لي شخصيا البيض المسلوق هو اتقل زعما نوع ديال الطياب في البيض، ما قديتش ندوزو. الاخرين دوزتهم بخير، هذا المسلوق جاني ثقيل وثقيل بزاف، جاني مجهد. انا جاني مجهد حتى على هذاك الخضر اللي شربت البارح، صراحه أنا ما عرفتش واش كيفاش تا المهم القضيه راه ثقيله. دابا مرحبا بكم عاوتاني في الغداء، غادي ندوزو دابا للغداء. هذه وقيت الغداء، اللي بغيت تغدى شي مرحبا به، راه كاين غير البيض. ايوا نعم سيدي، نعم لالا، نعم سيدي الحضار. دابا راه وقيت الغداء، ايوا قررت انني ندير داكشي ديالي ديال الابداع وداكشي ديال زعما ديال التحدي حتى في الماكله. وغادي نطيب دابا البيض باصعب طريقه وهي البوتش ايغ. خليكم معايا شوفوا البوتش ايغ كيفاش غيكون. يلا نمشيو.
هو البوتش ايغ، ها هو صدق. شوف ها هو، يلا باش ما تقولش راه ما طيبتوش. عرفتي هادو راه احسن ما كاين في البيض. الاغلبيه سيدي خرجوا ليا بحال هكا، هانتوما كتشوفوا ماشي مشكل. عرفتي من بعد هانتوما من بعد 9 ديال المحاولات واخيرا المحاوله 10 صدقات، ما خرجوش كلهم بحال هكا. كنضحك معكم، غادي نوريكم دابا البوتش ايغ اللي صدقات وكيفاش جات. انا غنجيبها ونجي، تسناوني. تران هاي شو هذا هو البوتش ايغ، هذه صدقات. برافو عليا كل لي برافو. صفقوا. دابا سيدي غادي نشوفوا هذا البوتش ايغ اللي مرسطيننا فيها في الماستر شاف وفي لي كويزين وهذاك الشيء كاع كله، حيتاش كتعتبر من بين اصعب واغنى لي بلا. حنا غنشوفوا كي دايره في المذاق. يا بسم الله، وانا غنرد عليكم بالاخبار. واو هذا بيض. واو لا صافي دماغي مبقاش قابلياش. واو شوف طيب، واش ما بغيتش تيبقى البيض هو البيض نوحا. عرفتي جاتني الدوحه صراحه. واو هو دابا داكشي اللي بقى غادي نزيد عليه، داكشي اللي بقى من الاختراعات ديالي غادي نزيد عليه الصوجا. هادي بوتشامو ديال يان، زعما الا صاوبها شي واحد وصدقات ليه غناكلها. ديال الصوجا زدت عليها الصوجا. بسم الله. الحمد لله الصوجا بعدا سوقات فرشات ليا على اللسان باش ما نبقاش داخمه. يا ربي السلامه هاد ماش كيبان لكم ولات بحال هذيك الحلوه ديال العيد، داك الديكور شكلاط. صافا بعدا الصوجا كتحس بالبعد. والله لا جا حاجه اخرى، راجل البيض ماشي البيض. الله بيرفكتو. صافي هذا يان بوتش ايغ. واخيرا وليس اخيرا وصلنا للعشاء الاخير ديال البيض، وصلنا للنهايه ديال التشالنج. واخر مره غادي ناكل واقيلا كاع هاد البيض انا في حياتي، ماشي غير في العام. سالينا ولا راسي بيضه ولا الداس ديالي بيضه ولا افكاري بيضه قعو. هادشي دابا اللي ولا غادي ناكل البيض بطبيعه الحال. هو كيف العاده المذاق سبحان الله العظيم بحال البيض، بحال البارح بحال اليوم. وبالنسبه لي حسب البيض راه غيبقى 9 ماشي 10، حيت كاينت وحده وانا كنقشرها قد معايا الحساب. زير معايا الله يرضي عليك. المهم غنكمل هذا البلا هذا وغدا نتلاقاو وغادي نشوفوا اشنو عطانا هاد التشالنج. تشاو وصباح الخير عليكم. انا دابا يلاه جيت مشيت جريت ومشيت للبحر وبزاف مكلاصي. انا من الناس اللي كيبغي يمشي الصباح بكري باش ما كيكونش ديرونجمون وكنرتاح. انا كندير الكارديو وكندخل نيشان الماء بارد. انا مزيانه ليا كما قلت لكم، هذه ديما كتبرني ليا الفاض. دابا هذا نهار الاخر ديالنا في التشالنج ديال البيض. يومين ديال البيض 60 بيضه طحناها الله يرحمها. ها هي هنا. اليوم غادي نشوفوا النتيجه، واش تزادينا ولا نقصنا. فتره الحقيقه دابا غادي ندوزو الميزان. بطبيعة الحال من بعد يومين ديال التشالنج ضروري ما نعبروا ونقارنوا، وكانت النتيجة هي هادي. خسرت 800 غرام يعني تقريبا كيلو. اما التصاور فغادي نوريكم كيفاش تبدل اللوكور ديالي هما هادو. صراحة ونجيكم النيشان، هذا النظام عامر بالسلبيات، وإلا بديت كنقولهم ما عمري ما غادي نسالي، حيتاش نظام اللي هو محدود، وإلا داومتيه لمدة طويلة فضروري غادي يأثر على صحتك. في هاد اليومين حسيت بالطاقة وكان المود ديالي زوين واليز، وتا الريكافري عندي كان طالع، ما بقيتش كنحس بالعيا بزاف. وصراحة تفاجأت، ما كنتش كنتسنى انه غيوقع لي هذا الريكافري وغادي تزاد عندي الانرجي نهار كامل. في هاد اليومين كنت كنعس غير نص ساعة في النهار وكافي، يعني قبل كنت كنعس كثر وكنفيق مع ذلك عيان. مي مع هذا الريجيم هذا صراحة تبدلت الامور، وكنحس براسي في هاد اليومين
الانرجي عندي طالعه 100%، الريكافري سريع يعني كنبقى برودكتيف نهار كامل. وفي لاصال كنحس براسي بحال ضرب ستيرويد، كنخدم السيتس ديالي كاملين، لوبجيكتيف ديالي كنجيبو كامل وباقي لي فور، زائد ما كيجينيش الجوع نهائيا وما عنديش الرغبه في الماكله. هو هاد التشالنج داز واعر وزوين، ولا كان شي واحد فيكم اللي جربو او لا عنده معلومات اكثر يفيدنا ويخلينا في الكومنتس. سي يو جايز في النيكست تشالنج. يلا ليتس جو وجربوه وردوا عليا، كنتسناكم.